هتعمل ايه لو ركبت عربية صاحبك ومعاك خطيبتك وفجأة موبايلها لقط على بلوتوث العربية بتاعته؟ ايه ده؟ ازاي؟ اللي هتسمعوه في الحلقة دي صدمة كبيرة الحقيقة وكارثة كبيرة جدا، واللي حصل بعد كده محدش هيصدقه. انا راجل خاطب وبحب خطيبتي جدا جدا وعلاقتي بيها كويسه جدا، بنت ناس ومحترمه جدا جدا. طول فترتي معاها ما حسيتش معاها باي شيء خالص، وعمر ما حد شكك في اخلاقها لثانيه. بقالنا سنه ونص مخطوبين، ما شفتش منها غير كل خير، واي خلاف بيحصل ما بيني وما بينها خلافات طبيعيه ما بين اي اتنين مخطوبين. ده العيله كلها كانت بتحسدنا على حبنا لبعض. ده اللي حصل ده انا مش مصدق انه يحصل اساسا. بغير عليها جدا وهي عارفه القواعد بتاعتي، واي راجل طبيعي شرقي هيملي شروطه على الست اللي معاه. لا تكلمي راجل غيري، ولا بقى في اطار الشغل بعد الشغل تكلميه على الموبايل. خلاص الشغل انتهى، علاقتك بصحابك انتهت، البيت مفيش تليفونات، توصلي البيت خلاص انتي ليا وبس. وده كان اتفاقنا عشان الجوازه تستمر بعد كده وحياتنا تبقى تمام. بصراحه هي متفهمه الموضوع ده جدا وحاطه حدود لاصحابها في الشغل، حتى قرايبها في العيله الرجاله تمام جدا. عدى الوقت وعيد ميلادي جه، لقيتها فاجئتني بهديه تحفه. انا بصراحه من زمان جدا نفسي في بلاي ستيشن، نفسي فيه جدا، بس طبعا مع التجهيزات والشقه والتشطيبات الامور اتعثرت معايا شويه. وبصراحه حتى لو معايا فلوس من باب اولى بيتي اولى بيها. لحد ما جه عيد ميلادي ولقيتها مفاجئاني بالبلاي ستيشن. انا اتخضيت لما شفته، قلت لها ليه دي هديه غاليه جدا. قالت لي لا مفيش حاجه تغلى عليك، انت الحقيقه ضحيت بحاجات كتير جدا، وتشطيب الشقه انا عارفه ان هو جاي عليك يعني بالسلب في الماديات، بس معلش يا حبيبي فتره وتخلص. والبنت بصراحه مقدره جدا جدا لظروفي وشلتها لها جميله على راسي. عدى الوقت وعدى الزمن والامور ماشيه تمام، لحد ما في يوم عربيتي حصل لها مشكله وعطلت، وكنت مفروض ان انا هخرج مع صاحب عمري، وصاحبي ده عارفني ويعني يعتبر اخويا جدا جدا جدا، وعلاقتي بيه كويسه جدا جدا. بس انا في علاقتي بخطيبتي محرج عليها، لا تكلمي حد من صحابي ولا ليكي علاقه بحد، وهي عارفه الموضوع ده، وانا حاطط حدود في الموضوع ده كويس جدا. لحد ما في يوم صاحبي ده كلمته قال لي بص يا ابني انا هعدي عليك اخدك بالعربيه بتاعتي، لان المشوار ده هيبقى في العبور ومسافه كبيره جدا، هتاخد اوبر برقم، انا هاخدك معايا في طريقي. طب انت هتيجي ليه يا ابني ده انت بعيد؟ وقال له لا انا هعدي عليك. وصاحبي ده يا جماعه جدع جدا فوق ما تخيل. فعلا كلمت خطيبتي وجات لي لحد البيت واستنينا تحت، والراجل جه صاحبي وركبنا العربيه، وحصلت الكارثه. اول ما ركبنا العربيه واتحركنا موبايلها لقط على البلوتوث بتاع العربيه. طبعا انا لقيت صاحبي فجاه يعني اتخض كده وارتبك، وانا اتخضيت وارتبكت، وهي اتخضت وارتبكت، قالت ايه ده سوري معلش الموبايل لقط، وراحت قفلت. طبعا هي خدت الموضوع بعفويه جدا جدا، بس هي كمان اتخضت لان برضو هي مش فاهمه مش مستوعبه هو الموبايل لقط ليه صحيح. هي في حاجه حصلت هي ناسياها، حاجه هي مسقطاها من دماغها اساسا. فانا بصيت لصاحبي وبصيت لها، لقيت صاحبي بيقول ايه يا عم ما تشغلينا اغاني انت من تليفونك. طبعا وصلنا المشوار بتاعنا وانا طول الطريق دماغي تجيب وتودي، دماغي تجيب وتودي، دماغي تجيب وتودي. واحنا في الطريق بعت لها على الموبايل مسج، قلت لها هو انت موبايلك ازاي وصل على عربيه فلان؟ قالت لي لا ما اعرفش، ده لاقيني انا اول ما ركبت. طبعا كل ده مسجات. قال لها انت هتشتغليني؟ ده انت عشان تخشي على اي بلوتوث عربيه لازم فيه باسورد، فيه رقم بيتضرب، انت البلوتوث لقط ازاي؟ ما فيش حاجه يا ابني، في ايه مالك يعني؟ وكل ده كلام بقى في الشات. وطبعا صاحبهم اللي سايق العربيه واخد باله كويس جدا من المهزله اللي بتحصل، وعمال بيحاول يلطف الجو ويهزر، وبقول لك ايه يا عم احنا رايحين بقى عند صاحبك فلان ده بقى، ده رغاي رغي هيقعد بقى يشمت فينا بقى لو خسرنا والماتش، وعمال بقى يلغوش على الموضوع. وده اللي خلاني اشك فيه اكتر والظنون تلعب في دماغي اكتر. طبعا لحد ما وصلنا المكان، وهنا بقى كانت الكارثه بقى. انا ما قدرتش اتحمل، سيبنا اصحابنا اللي احنا قاعدين معاهم، ندهت لصاحبي ده وخدته على جنب، قلت له بعد اذنك انا عايزه اعرف موبايل فلانه لقط ازاي عندك في العربيه؟ بكل هدوء. قال له يا عم ما حصلش حاجه، في ايه؟ انا عارف والله العظيم دماغك المقرفه دي هتودينا فين. خلاص يا سيدي انت عايز تبوظ يعني الحوار. اللي حصل ان هي كانت عايزه بلاي ستيشن عشان هديه عيد ميلادك، وهي دورت على الاكونت بتاعي على الفيسبوك عندك وجابتني وقالت لي انا فلانه ازيك انا اسفه ان انا بكلمك. والبنت كانت محرجه جدا، بس هي قالت لي بما انك الصديق المقرب جدا لخطيبي فانت اكتر حد عارف هو نفسه في ايه. بصراحه انا كنت ناويه اجيب له بلاي ستيشن، شايف الهديه دي مناسبه ليه ولا هو محتاج حاجه احسن؟ وقتها انا قلت لها يا بنتي البلاي ستيشن دي هديه جامده جدا واي راجل هيفرح بيها لان هو بيحبه جدا، بيحب البلاي ستيشن جدا يعني. وقتها قالت لي طيب خلاص انا هنزل اجيبه من الحته الفلانيه. انا اللي قلت لها لا ما تنزليش، استني انا هاجي معاكي عشان في مكان اسعاره احسن وممكن حد يكذب عليكي او حد ينصب عليكي. فطبعا هنا الراجل بيقول انا اتخضيت، قلت له يا سلام انت عايز تقنعني ان هو ده السبب اللي خلاك تنزل معاها؟ انا برضو عايزه اعرف هو البلوتوث بتاع العربيه بتاعك ازاي وصل على الموبايل؟ يا عم انا عديت عليها خدتها،
كمان خدتها من عند البيت. طبعا دبوا خناقه جامده جدا مع بعض، وقال له يا عم زي اختي وانا كنت بساعدها، ويعني لقيت البنت بتستنجد بيا، ما سبتهاش تروح مكان لوحدها، حد يضحك عليها، حد ينصب عليها.